وذاك هو السيد قطب، هذا رجل نحن نجله على جهاده، لكنه لا يزيد على كونه كان كاتبا، كان أديبا منشئا، لكنه لم يكن عالما. درست تفسير سورة الإخلاص من تفسير سيد قطب، ويقول لماذا أنت تتكلم كذا؟ سيد قطب أحسن من تكلم شرح لا إله إلا الله. أما سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا، يقولون هذا ويلبسون. ممكن أنا أعرف هذا، لكن العامة كثير يا شيخ. يا شيخ اتق الله في نفسك، كلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكي عنه. فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير. ألا ترون أن هذا إلزام ما لا يلزم؟ نعم ولا شك. لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد بهذا يكفر. ما عرفنا ذلك عنه. أنا أعتقد الرجل ليس عالما لا شك. نعم، لكن له كلمات الحقيقة خاصة في السجن كأنها يعني من إلهام. قل ما هي ثمرة البحث في أنه السيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا لكلامه؟ نحن الآن نريد تحذيرا للناس، لأن الناس جعلوا مؤلفات هذا الرجل يعني حتى فاقت في طباعتها وانتشارها مؤلفات الأئمة. فيا شيخ هو يعني عنده أخطاء عقائدية كثيرة ويتكلم في أزمان ويخرج. هذا هو الجواب؟ لا، أقصد أنه هو لهذا يا شيخ. يلا تفضل.